تعال بقى اقول لك انا ليه مروان عطية بالنسبه لي لعيب مهم جدا في الاهلي، ومن اهم لعيبه النادي الاهلي، ومن ركائزه الاساسيه ان ما ينفعش يخرج من الملعب. هنا هنبص الكره بتاعت الهدف في الدقيقه 71. هنا طاهر محمد طاهر اتحرك واخد اخر مدافع. بالنسبه لي هو ما كانش احسن تصرف، وان الكره طولت منه وهو عملها، بس هي كانت يعني اتنفذت فيها توفيق كبير. هنا هنبص يعني قبل ما تتلعب هنبص مروان عطية جاي منين ومركز الكرة فين. الكرة اول ما اتلعبت هنلاقي مروان عطية بيتحرك بيروح على نقطة البلن بحيث انه يقرب من المرمى، عشان الكرة لو اتلعبت في اي اتجاه او اتردت من المرمى يبقى هو مقابل للسكند بول. وفعلا طاير يلعبها له بشكل ولا اروع بصراحة. فعلا مروان يخش يلعبها بجنب رجله فيرست تايم، تعمل بند في الارض وتبقى صعبة جدا على عواد، ويسجل النادي الاهلي الهدف الثاني ليه. ومروان عطية انا مبسوط له جدا لو هو سجل الهدف ده، لانه بصراحة بيكلل مجهوده بتاع الفترة الاخيرة دي، وبيأكد انه لاعب مهم جدا، ولو خد ادوار هجومية بيقدر يجيبها.